السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة أم خاولة، مرحبا بكم ونتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله، أحوالكم طيبة وبخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم وجبة صيفية خفيفة ظريفة، مكونات في المتناول، صحية وكتجي أكثر من رائعة، لذيذة كيبغيها الكبير والصغير، وكما عودتكم دائما يعني طريقة كتكون سهلة وكتوجد في واحد الوقت اللي كيكون قصير، يعني ما كتاخذش منا نهائيا يعني وقت كتير، يعني كنوجدوها بسرعة تقريبا واحد نصف ساعة كتكون وجدنا جميع يعني المكونات. كيبقى غير اننا ندخلوها الفرن كما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي معلكه ولذيذه. فما نطولش عليكم وندوزو باش نشوفوا المقادير. اول حاجه غادي نبداو بها كناخذوا البطاطا. بالنسبه للكميه ديال البطاطا كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. هنا خديت تقريبا واحد 4 ديال البطاطات متوسطين في الحجم ديالهم، ودرتهم في واحد الطنجره. من بعد ضفت لهم وريقه ديال سيدنا موسى اللي كانت كبيره، بالنسبه لي كان عندي جوج صغيورين ضفت جوج، وكنضيفوا الملحه، وكنضيف واحد الطريس ديال الثومه، وكنضيف لها الماء بارد وكنوضعها كتسلق. بالنسبه لي انا قشرتها انا باش ما كتاخذش معايا وقت كتير، يمكن لكم تسلقوها بالقشره ديالها. من بعد كناخذوا واحد المقله فوق البوطه كنضيفوا لها الزيت البلديه، ويمكن لكم تضيفوا لها زيت روميه اولا الزبده. من بعد كنضيف لها واحد البصله كبيره اللي كتكون مشلده رقيق، ضفت لها جوج دروس ديال الثومه، وكنضيف لها القليل من الملح والقليل من الابزار، وكنتركوها كتشحر حتى كتنزل معنا ديك البصله. بعد ما كتنزل معنا البصله يعني ما كتاخدش، يعني ماشي حتى كطيب، يعني غير شويه تبدا تدبل، كنضيفوا لها الخضر اللي كتعجبكم. يمكن لكم تضيفوها مع هاد الحشوه، يعني ما كتجيش نهائيا باينه. فانا ضفت خيزو والكورجات اللي كنكون حكيتهم في الحكاكه الغليظه، وكنحرك كنخليهم حتى كينزلوا واحد شويه. من بعد كنضيفوا لهم الكفته. بالنسبه للكفته يمكن لكم تستغناو عليها، يعني وتكون هاد الحشوه تكون غير نباتيه بدون لحوم، كما يمكن لكم تضيفوا الكفته يعني باش كتكون مغذيه اكثر. كنضيف لها هاد القليل من الكفته. بالنسبه للكفته يعني غير كميه قليله، ماشي ضروري انها تكون كثيره. كما يمكن لكم حتى كطيب الحشوه تماما وكتضيفوا لها واحد العلبه ديال الطون في الاخير. المهم انا كنعطيكم كاقتراحات وانتم اختاروا اللي يعجبكم واللي يناسبكم. من بعد ما يعني ديك الكفته شدت راسها ضفت لها واحد جوج ديال المطيشات محكوكين، وكنضيف لها القليل من المعدنوس، والقليل غادي نتركو باش نضيفو للبطاطا. وبالنسبه للعطريه فغادي نضيف لها تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، وكنضيف راس المعلقه صغيره ديال سكينجبير. ضفت القليل من الابزار لان كنت وضعت في الاول غير القليل، يمكن لكم تضيفوا حتى الهريسه الا بغيتوا هاد الحشوه ديالكم تجي حاره. كنضيف راس المعلقه صغيره ديال الخرقوم، ما كنكثروش يعني غير راس المعلقه. وضفت لها راس معلقه ديال الثوم غبره، كيمكن لكم تكتفيو فقط بالثوم طريه اللي وضعناها في الاول. وكنضيف قليل من الاعشاب المسمه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تكتفيو فقط بالمعدنوس، ولكن كتعطينا واحد يعني واحد البنه لهاد الحشوه. من بعد كنخلطوا هاد العناصر مزيان وكنخليوها حتى كتشرب لنا ديك العطريه، كتشربنا عفوا الخضره العطريه يعني، وكتجينا ديك المريقه ديالها واقفه، ما كنخليوهاش حتى كتنشف تماما، وانما كنخليو فيها واحد شويه باش كتشربها لنا البطاطا ملي كنوضعوها في الفرن. صافي غادي نخليها حتى كيتجانسوا هاد العناصر، وكنطفي عليها البوطه. ندوزو للبطاطا ديالنا بعد ما كتكون تسلقت. كنحاول نمعكها بواحد الفرشات وهي باقا سخونه. كما قلت لكم يعني كتوجد في وقت قصير، بين لما حنا البطاطا كتسلق حنا كنوجدوا الحشوه ديالنا. هنا بعد ما مست ديك البطاطا مزيان غادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وضفت واحد الفريميجه. يمكن لكم كما قلت لكم دائما كنعطيكم يعني اقتراحات يمكن لكم تستغناو عليها وكتكتفيو فقط بمعلقه ديال زيت الزيتون اولا
غير زيت روميه الا ما توفرتش الزبده. وكنضيف واحد المعلقه، يعني ماشي معلقه، عفوا غير راس المعلقه ديال الابزار باش ما كتجيناش حاره. وكنضيفوا القليل من الملح لاننا وضعنا فيها الملح فاش كانت كتسلق. وغادي نضيف المعدنوس المتبقي، وكنحاولوا اننا ندخلوهم مزيان مع هاد البطاطا حتى كيتجانسوا. فصراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه، لان البطاطا كيبغيها الصغير والكبير، يعني بالخصوص الاطفال ما ياخذوش البال من ديك الخضره اللي رحنا واضعينها في الوسط، يعني كتبان بحال الكفته. وخفيفه بالنسبه للصيف، ما كنبغيوش يعني شي حاجه اللي تكون ثقيله. من بعد كناخذ المول اللي كيدخل الفرن، كندهنو بواحد المعلقه ديال زيت الزيتون اولا زبده اولا فقط زيت الروميه. كنحاول ندهنو كامل حتى في الجوانب. وكناخذ نصف الكميه ديال البطاطا، كنحاول نسرحها في المول باستعانه غير بواحد المعلقه هكا، وكنحاولوا نسرحوها باش كتجينا مقاده، ما تجيناش جهه طالعه وجهه هاوده، باش كتجينا طبقه ديال البطاطا. بصراحه وهاد البطاطا غير بهاد الفريميجه والزبده كتجي بنينه، تاكليها غير هكذاك. حتى كنحاول حتى كنسرحها مزيان، عاد باش كنضيف لها نصف الكميه ديال الحشوه. انا كنحاول كنقادها بالمعلقه، وكنضيف الحشوه نصف الكميه فقط. وحتى هي بنفس الطريقه كنوزعوها على ديك الكفته، عفوا على ديك البطاطا. كنحاولوا نقادوها مزيان. وكنضيفوا لها كميه من الفرomاج. كان عندي هنايا الاحمر وفرomاج موتزاريلا مخلط، ضفتو. كيبقى اختياري، كما يمكن لكم تضيفوا حتى الفرماج ساندويتش، كيجي رائع فيها، كيجي معلك من الداخل. ومن بعد كنضيف الكميه ديال البطاطا اللي بقات، وكنحاولوا نعطيوها واحد شويه ديال الخضر، لان شويه كتعذب، كتبقى كتلصق في الفرماج. غير بالاستعانه بالمعلقه حتى كنسرحوها، وكنوزعوها على ديك الحشوه. وفي الاخير كنضيفوا الحشوه المتبقيه من الفوق. كيمكن لكم تضيفوا حتى صلصه البيشاميل ملي كتكونوا توزعوا الحشوه، توضعوها من الفوق. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم صلصه ديال البيشاميل كتجي رائعه فيها، يعني كيجي الشكل ديالها بحال اللازاني. بعد ما كنوزع ديك الحشوه كنحاول نرشها من الفوق بالفرماج. كنكونوا مسخنين الفرن، الا كان الفرن ديال الكهرباء كتشعلوه من الفوق للتحت وكتخليوها حتى يعني تكراتينا وكيتحمر اللون ديالها بالفوق. بالنسبه ديال الغاز كتخليوها حتى كتحاولوا تشرب ديك البطاطا ديك الحشوه، ومن بعد كتبطوها باش كتحمر من الفوق. يعني كما قلت لكم طريقه سهله بسيطه وكتوجد في واحد الوقت قصير وكتجي لذيذه ما تشبعوش منها. ونتلاقاو باش نشوفوها في الشكل النهائي. بالنسبه لها هذا هو الشكل النهائي، كتجي رائعه، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. وكما شفتوا معايا مكونات اللي في المتناول، يعني كتبقى غير الكفته كيمكن لكم تعوضوها بالطون اولا كتستغناو عليها. فنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وتكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. وكالعاده الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم، الاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.